مرحبا، معكم جورج شار من قناة الموسوعة الكروية. ألف مبروك تأهل المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني سوا للدور الثاني من كأس العرب بعد تعادل الفريقين بنتيجة تعادل سلبي صفار، وخروج تونس وقطر على الرغم من فوز تونس 3-0 على قطر. تأهلوا هيك منتخب فلسطين كمركز أول ومنتخب سوريا كمركز ثاني. بدنا نحكي شوي عن شو المباراة. بلش خوسينا تشكيلة بتغييرات مثل العادة. نزل اليوم عبد الرزاق محمد مكان عبد الله الشامي، عبد الله الشامي مصاب هو كمان بيحكوا. وبدل بخط الوسط كمان نزل سيمون امين محل محمد العنز، وبدل كمان انطوني يعقوب نزل محمد الصرخدي نزل فيه اساسي بالمباراه الاولى امام تونس وكان نجم المباراه. ولعب بدال محمد الحلاق كورا المهاجم لعب اليوم محمود مواس وقدام عمر خريبين. على الجناح اليسار نزل لعب كمان محمود الاسود كجناح ايسر اساسي. وبلشت المباراه باداء يعني اداء حسب من الفريقين كانوا عم يدافعوا ما عم يهاجموا، ما بحس انه ما عندهم الحافز لحتى يربحوا. يعني الفريقين تعادل بأهل الفريقين، يعني شو ما كان تعادل سلبي ايجابي بتأهل الفريقين سوا، فما عندهم هالاصرار انه حدا فيهم يربح الثاني او حدا فيهم يسجل او كذا، فعم بيلعبوا كانوا اداء دفاعي مع افضليه شوي لمنتخب فلسطين اللي كان عندهم شي تسديدتين خارج منطقه الجزاء لتامر الصيام، سدد كرتين من خارج الجزاء تصدرهم الياس هدايا بكل سهوله يعني. والفرصه الوحيده الخطره للمنتخب السوري اجت بنهايه الشوط الاول باخر 5 دقائق لعمر خريبين من تبادل كرات بين زكريا حنان ومحمد الصرخدي، وصلت لمنطقه الجزاء فلسطيني موه عليه المواس وسدها لعمر خريبين لكن اجت بعيده. يعني للاسف كانت كره خطيره كثير وكان ممكن يسجل منها عمر خريبين هدف، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي. دخل الفريقين على الشوط الثاني كمان عم يلعبوا بنفس الحذر مع افضليه شوي هالمره للمنتخب السوري اللي اجته كذا فرصه خطيره، في تمريره من عمر خريبين للصرخدي اللي اخترق فيها ودفعه المدافع الفلسطيني ووقع بمنطقه جزاء، وكان الحكم رح يحسب ركله جزاء لسوريا. ولكن عندما رجع للفار يعني هو الحكم انه التلامس كان طفيف او خفيف، يعني ما مستاهل ضربه جزاء، مع انه مشكوك فيها كثير هي اللقطه، يعني كان ممكن يعطى ضربه جزاء ويفوز فيها المنتخب السوري. وظل المنتخب السوري شوي اخطر، عم يضغط من الجهه اليمين من جهه محمد الصرخدي، وعمل الصرخدي على فكره فرصه كثير خطيره من الجهه اليمين، راوغ مدافعين وسدد كره كثير خطره اجت فوق العارضه بشوي، كمان كان ممكن يسجل منها الفرصه. ومن بعد فرصة الصرخدي ما كان فيها فرص خطيرة على المرمى، بدلوا لعيب الفريقين تبديلاتهم ونزلوا لعيبة عشان ينشطوا اللعب شوي، بس ما كان في أي فرصة خطيرة على المرمى. انتهت المباراة بالتعادل السلبي وتأهلت فلسطين كأولى المجموعة وسوريا كثاني المجموعة، وهيك خرج تونس وقطر الفريقين الموندياليين من الدور الأول. هي كانت مفاجأة صادمة للمنتخبين، وصراحة ألف مبروك لسوريا وفلسطين، المنتخبين ظروفهم بلدانهم صعبة وظروف الفرق تبعهم صعبة وما هيك قدروا يتأهلوا للدور الثاني. وان شاء الله بالدور الثاني رح يعملوا نتائج حلوه بالدور الثاني، ورح يواجهوا فرق مجموعه السعوديه والمغرب الرديف او العمان، فنشوف فريقين من الثلاث فرق رح يتاهلوا للدور الثاني. وقطر وتونس صراحه ما فيهم يلوموا حدا غير نفسهم، يعني هن حطوا حالهم بهالموقف، وهن خسروا مباراه قدام فلسطين قدام سوريا لحتى وصلوا حالهم اخر مباراه حطوا رقبتهم ايدين فلسطين وسوريا، وفريقين تعادلوا وتاهلوا سوا. طيب شو نعمل؟ تاهلوا فريقين، الف مبروك، وهارد لك لقطر ولتونس. وإذا نحكي كمان المدربين بهي المباراة يعني كانوا عم بيلعبوا المدربين بهدوء، يعني ما كان في أي انفعال المدربين، وكانت تبديلاتهم بوسط الميدان لشوي تحريك الوسط يعني وتنشيط اللعب مو أكثر من هيك. خوسيلانا وأبو جزر طلعوا اثنيناتهم سعيدين من المباراة. وإذا نحكي شوي بأخبار هيك جديدة وسعيدة للمنتخب السوري، فعودة أوليفر كاسكاو والاحتراف بنادي جارو الفنلندي. نادي جارو يمثل الدوري الفنلندي الممتاز، ونادي احتل المركز السابع بالدوري الفنلندي. وكاسكاو كان مختفي اخر كم سنه مبين عم يتنقل بين انديه الدوري السويدي الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه، فخطوه كثير ممتازه له انه يلعب بالدوري الفنلندي ممتاز، وهو لساته عمره 24 سنه، ان شاء الله يرجع للمنتخب السوري. كان بدايته على المنتخب السوري كثير رائعه، وكان حقق لعب بكاس العرب الماضيه وحط جول حلو بتونس، وان شاء الله يكون رجعته قويه على المنتخب. وان شاء الله المنتخب السوري كمان يكمل البطوله ويوصل لابعد يعني ابعد مركز بهالبطوله، وليش لا ننافس على اللقب. ويوم غد رح يشهد مباراة نارية بين السعودية والمنتخب المغربي مشارك منتخب الرديف، وهذا اللقاء رح يأثر كثير على الدور الثاني مع مين رح يلعب، نحن يا مع المغرب يا مع السعودية يا عمان. فالسعودية مشاركين بالصف الأول بقيادة نجمهم الكبير سالم الدوسري، بينما المغرب مشاركين بمنتخب الرديف وما هيك فيه أسماء قوية، يعني مثل عبد الرزاق حمد الله ثاني أحسن هداف تاريخي بالدوري السعودي بعد عمر السومة، وكذا لاعب مؤثر. يعني المنتخب المغربي كل منتخباته قوية، الناشئين والرديف والشباب كل منتخباتهم قوية، فحتكون لقاء ناري بين المنتخبين. ويا شباب عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لي اشتراك بالقناة وتضلوا تدعمونا، أهم شيء زر السبسكرايب والاشتراك، واتمنى تنبسطوا بفيديوهاتي وإن شاء الله نلتقى بفيديوهات لاحقة. سلام.